قالك بويرين تقيني لدبرامة شبونا وك انجامكي جبر وان تقينا قالك بريندار دبن قالوا نخوشخانه يمني دبري امادنه گو پیشوازی اوان بریندارا بکن و تا چ استه یانجی چراده کارن ب کبان کساره علی کاربن جبوه یکی از جیان الهان بری خدا نخوشخانه بازار قامشلو ابرا پرج ور آماده کریه. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. فيك تعرفنا على حالك؟ فؤاد عطالة المدير الإداري والمالي بمشفى فرمان. دكتور، على خلفية الأحداث الجارية بمنطقتنا وحدوث تفجيرات تستقبلوا هيك حالات؟ طبعا احنا نستقبل جميع الحالات اللي تنتج عن حوادث أو حتى المرضى العاديين، فالمشفى ملزمة باستقبال جميع الحالات. تمام. طيب انتم كإدارة مشفى فرمان مهيئين لاستقبال الحالات يعني الصعبة واللي علاجها طويل؟ طبعا المشفى مهيئة تستقبل أي مريض ومهما كانت حالة المريض، وعندنا طاقم طبي متميز موجود يغطي المشفى خلال 24 ساعة بشكل دائم. طيب دكتور، شو هي المعدات الإسعافية المتوفرة عندكم وقت اللي بيجي حالات يعني صعبة كتير احنا عندنا غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، ومهما كانت حالة المريض احنا قادرين انه نقدم له الخدمة الإسعافية والعلاجية بأي وقت وبأي زمن يكون متواجد فيه المريض. طيب دكتور، المعدات المتواجدة عندكم كميتها محدودة ولا عندكم مخزون احتياطي لا أكيد في بالمشفى، خصوصا بهاي الظروف اللي تعيشها البلد، في عندنا مخزون احتياطي لشهرين وثلاثة دائما نحرص انه يكون موجود بالمشفى. طيب دكتور، الحالات اللي ما فيكم تعالجوها يعني تبعتون لبرا مثل مرات القامشلي للشام ولا؟ هسه في بعض الحالات تحتاج لمراكز تخصصية مثل بعض حالات الحروق أو حالات تحتاج لعناية مشددة من نوع خاص، فهاي طبعا احنا نقدم دائما الإسعاف الأولي ونجهز المريض، والمريض بإمكانه يغادر لمركز اختصاصي مثلا بغير بلد أو ما شابه أو بالشام يكون مركز مختص مثلا بالحروق. طبعا احنا نقدم له الخدمة الأولية، إنما كمركز مختص بحالة معينة لا، هاي موجود بمراكز اختصاصية يعني. طيب يسلموا كثير. أهلا وسهلا. اليوم دكتور صار انفجار عن طريق الكورنيش، كان سببها انه بسكليتين مفخخة. طيب ما استقبلتوا حالات شيء انه اجاكم من جراء هالانفجار؟ وردتنا صباحا حالة وحدة طفل اسمه محمد سعيد على ما أظن، كان في شظايا نتيجة الانفجار، قدمنا له الإسعافات الأولية وحضر الدكاترة أجروا عليه كشف كامل، الحمد لله كان وضعه الصحي جيد، تخرج بعد ساعة، وقدمنا له جميع الإسعافات والخدمات والأدوية بشكل مجاني. وإحنا دائما متعودين إنه المرضى الانفجارات جميع مرضى تقدم لهم الخدمات والأدوية والإسعافات بشكل مجاني. طيب دكتور، أنت حسب رأيك الشخصي وكيف شايف المشافي بالقامشلي بتغطي هالحالات ولا لا؟ والله بشكل عام أعتقد إنه القامشلي بحاجة لعدد إضافي من المشافي، يعني خصوصا انه احنا نعيش باوضاع استثنائيه، عم تجينا تفجيرات واسعاف باعداد كبيره، فاحنا بحاجه لمشافي اكبر عدد وقادره على استيعاب هالمرضى، يعني خصوصا حتى انه مدينه بالاساس القامشلي صار عدد سكانها تضاعف حاليا نتيجه استضافتها لمرضى من بقيه المناطق، وبالتالي اعتقد في حاجه ماسه وضروريه لعدد من المشافي الحديثة وبأجهزة حديثة تلائم الوقت اللي احنا موجودين فيه حاليا. أهلا وسهلا. مرحبا. هلا يا حبيبي. فيك تعرفنا على حالك؟ أنا هون ممرض ضمن مشفى السلام. طيب أنتم كمان كمشفى السلام كنتم مهيئين لاستقبال حالات الانفجار اللي صار اليوم؟ طبعا اكيد، هلا نحن مهيئين ولكن مو لهذيك الدرجه، نحن مستعدين دائما لانه نعرف نحن بهالازمه خصوصا جهزنا حالنا لهالوضع، بس دائما انت بتعرفي انه ما يكون في عندنا نواقص شوي هيك شغلات، ولكن كنا قد المسؤوليه نحن.
طيب شو هي المعدات الاسعافيه المتوفره عندكم وقت اللي بيصير انفجار او حريق؟ احنا بشكل عام هي اهم شيء يكون السيرومات مشان تنقذ المريض من الصدمه، والمسكنات هي والمضادات الحيويه. طيب فيك تحكي لنا انه اليوم استقبلتوا شي حالات انفجار؟ اليوم جانا كم حاله، كان في انفجارين بالقامشلي، واحد عند الكورنيش والثاني كان بسوق الغنم. جانا تقريبا شي 6 حالات بالنسبه للمشفى عنا، كمان في بغير مشافي ثانيين. هلا نحن ال6 حالات اللي كانت عنا يعني كان في حاله شوي خطره، كان في عنده لانه شظايا بالصدر، الدكاتره قاموا باجراءات فجروا له صدره، كان في عنده كمان سائل حر بالبطن، فتحوا البطن كمان، بس ثانيا شظايا عاديه كانت، كسورات عظميه كانت بالفخذ بالايدي بالساعد. ثاني حالات شوي مستقره، هذا شوي وضعه خطر هو. قمنا بالاجراءات اللازمه، كان في دكاتره ساعدونا، حتى الهيفاصور كمان قام بالواجب، اجى لعنا وساعدنا كمان، والشباب كلها ما قصروا. دنباش تكافئ كهداري هي في من ناسكرن ممرض براعة ويدا از مشفى وداك مشفى السلام ومشفى الأحمر في بري شابين صار شامي بهم مشفى نور حاليا، بس كان ممرض فني معروف. بلي بريس بلا وهن وك مشفى نور درباري تقينا إيرود باجاري قامش لكوتشيبو ونحطات أستيج في تقيني الحاضر بون بريندارا. طبعا اي مقام مش اول احداث حتى انا مهيئا كاملا، يعني حمش هي بالعاده المفاجات هنا مش في مفاجات، حمش مهيئا ككادر طبي كادوات كدرمات حمش مهيئا. طبعا جي موارد خارج دعم ممكن كمواد طبيه كدرمات قال لك دعم هي الي متكن جهات قال لك ساعات وانخرجات، يعني كحمش طبيا طبيا، وحتى مفاجاتنا هنا مهيئا. طبعا اي كيماوي طبيا تنهي اسعافاتي اول يوخا بريندار تين وشو جوار بريندار عندك؟ طبعا اول شيء بريم ما بدرون هاجر طبق لازم طبقي بتجين طبقي، حتى مع عمليات هاجر فتح بطن لازم تشورن، يعني تختار جراحه عصبيه جماعه متوفره، جراحه عامه متوفره، جراحه وعيه متوفره، داخليا مش متوفر جماعه كاطباء، يعني ككادر طبي حمم كامل، تف طمي تف فني تم مستخدم تفتح حمش